حاجة ترطب على القلب والله يا جدعان. عايزة اقول لكم الحر الولع ده عايز حاجة حلوة كده. بصوا بقى احلى من الايس كريم، حليب وكيس واحد بس من الجيلي، وتعالوا نعمل حاجة تحفة اختراع. هجيب الحلة بتاعتي هحط فيها حليب ساقع، كوبايتين من الحليب تمام، عليهم كمان كوباية من المية، يبقى كده معايا 3 كوبايات من السوائل. هحط عليهم 3 معالق كبار من السكر و3 معالق كبار هرميين من النشا تمام. المقادير سهلة جدا، كوبايتين من الحليب عليهم كوباية من المية يبقوا 3 كوبايات، عليهم كمان 3 معالق كبار من السكر و3 معالق كبار من النشا. هقلبهم وادوبهم كويس جدا ونسيبهم على جنب. هنعمل الخطوة اللي بعدها قبل ما نروح على النار. الخطوة دي ان احنا هنجيب كوباية من المية المغلية وندوب فيها كيس الجيلي، كيس واحد من الجيلي. الجيلي مش بيدوب غير في مية سخنة بتغلي، ده ضروري جدا. نقلبه كويس لحد ما نتأكد ان الجيلي داب معانا، وبعد كده هنسيبه على جنب ونروح بقى على النار. الجيلي بتاعي يا دوبك بس بسيبه يهدى شوية مش اكتر تمام، وبكون بقى انا على النار في الوقت دون بقلب بقى المكونات اللي احنا قلبناها مع بعض، اللي هي حليب مع مية مع نشا مع سكر، كل ده على نار مع التقليب المستمر. واول ما يبدأ ان هو يغلي معانا زي ما انتوا شايفين كده، بصوا هنا غلي معانا، بعمل ايه؟ ركزوا قوي في الخطوة دي، لازم انزل بالجيلي بتاعي خيط رفيع، يعني منزلش بيه مرة واحدة، لازم انزل بخيط رفيع بالشكل دون مع برضو التقليب المستمر. شايفين؟ واول ما يقلب كده غلوة في التانية اطفي بقى على طول. زي ما انتوا شايفين السمك واللون يعني بيتكلم عن نفسه. هوريكم النتيجة في الاخر قد ايه خرافة، ده غير الطعم يعني مش هقدر ان انا اشرحه. عايزة اقول لكم ان الوصفة دي مش تستاهل لايك، لا تستاهل يجي 1000 لايك. ما تنسيش بقى اللايك الجميل من ايديكي قبل ما تخلصي الفيديو. في حد هيقول لي يا مهنا الحليب كده هيقطع لما نحط عليه الجيلي، لا ابدا، امشي بنفس التكنيك عمره ما يقطع معاكي. احنا ما حطيناش الجيلي بتاعنا غير والحليب بالنشا خلاص غلي معانا ما شاء الله اللهم بارك. شايفه الجمال؟ عايزه اقول لك لو قعدت اوصفه من هنا لبكره الطعم خيالي، حاجه عاليه بجد، حاجه كده تجنن. بصوا بقى احنا حطيناه في التلاجة مش اقل من 4 ساعات لحد ما تلاقيه بقى متماسك معاكي. وبصوا بقى ما شاء الله الوش بتاعه كده مكرمش، وشايفين السمك بتاعه كريمي جدا. عايزه اقول لكم مظبوط، والميكس والطعم ما شاء الله حاجه وهم، لازم تجربوه علشان بجد هيعجبكم قوي قوي قوي. وحاجه بقى كده ساقعه وفريش وترطب على القلب. عايزه اقول لكم ان هو فعلا احلى من الايس كريم، وخصوصا بقى للاطفال اللي دايما زورها بيلتهب من الايس كريم وكده، فده هيكون حلو جدا جدا وهيعجبهم قوي قوي. ما شاء الله جربوه واكتبوا لي رايكم في التعليقات. ما تنسوش بقى اللايك الجميل من ايديكم وشير بقى لاصحابكم علشان الكل يستفاد. وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.